أن يبرز التناقض بأن السائق اليمام هنا كان صاحب نظارة سميكة، أي نظره ضعيف، وبالتالي التيمة الذي استخدمها الكاتب هنا هو التمرد والتمسك بهواية أو الهواية التي كان يحبها صائد اليمام. فالنماذج الإنسانية هنا يعبر عن حالة التمرد والرغبة في التمسك بهويته المفضلة، ووجهات النظر من الشخصيات التي تبوح بجانب صوت السارد الرئيسي صوت 77 من مذكرات طبيب في الأرياف وهي الحقنة الألمانية. فهو بقدر كبير من التخلف والجهل على الرغم من أنهم أصحاب مراكز عليا في القرية، فهم بقدر كبير من التخلف والجهل الفكري والإيديولوجي سواء المباشر أو غير المباشر، والانحياز إلى الجمود والتقليد الأعمى. فبمجرد صناعة الحقنة ومفعولها الكل يريد امتلاكها بأثمن الأشياء، وهكذا من الأفكار والقيم والاتجاهات التي عكستها الرواية. وتمكن الكاتب من كشف ذات عقول أهل القرية عن طريق إفلات الراوي العليم إلى تعدد الأصوات. طرق تعدد الأصوات في كثير من الشخصيات صائد اليمام على هذا النمط، وهو طرح فكرة أو اتجاه عن طريق الشخوص مثل ريع وصائد اليمام، وكذلك الطبيب وشحيبة، بل تباك جميع شخوص المجموعة نموذجا لتجسيد قضايا أو اتجاهات. وتمكن الكاتب عن طريق الحكي بإضافة الطابع الفيومي بذكر أماكن بعينها مثل منطقة الروبي وقصر ثقافة الفيوم العتيق، والسينما بوصفها ذات ميراث تاريخي وثقافي محافظة ومشحونة بكم كبير من القضايا، وبشكل عام الشخصيات تدل على ثقافة شعب وعادات وتقاليد وعلى التركيبة الاجتماعية للمجتمع الفيومي في العقود السابقة. والدكتور وهو فصل أو مبحث داخل المجموعة، وهو يوميات طبيب، وهو الجيل الجديد، نمط